من طرف عثمان. يلا ياسين، عندك ياسين جسيم، 1 على 1. ياسين ينتظر فؤاد. ياسين يرفع كرة، ياسين وبالراس لا زالت مغربية والخطورة. ياسين السامري يهز الشباك الأمريكية عفوا السامري. الهدف الأول مشاهدينا، ياسين السامري ياسين السامري بذكرياتنا الدافئة. شوف في 2005 هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الدرب الأيسر. فعل ياسين السامري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. الكرات الثابتة تلعب الركنية بسرعة، خارجة الكرة. حكم يشير إلى ركنية من جيد وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء لعلي معمر. بطاقة صفراء. ماذا حصل في لقطته الماضية؟ الحكم إلى أين سيتجه؟ هذه الإعادة مرة أخرى. هنا ماذا حصل؟ الإعادة مجددا. وحتى هنا غير واضحة، غير واضحة بشكل كبير، غير واضحة بشكل كبير. يعني الأمور، وحتى شوف هنا الحكم لاحظ عليه التردد. يعني لما يكون الحكم متردد معناه أنه غير متأكد من قراره الأول. إذا أكد ضربة الجزاء. هو شاف بأنه كان في مسك من اللاعب علي معمر. الآن يتقدم كامبل في الشباك بشكل صحيح، ولكن في نهاية المطاف هنا على اليسار بالنسبة للشاويش 1-1. هدف جاء في وقت صعب جدا. كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى متقدمين. معليش لازلنا في المباراة 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي. هنا ترفع داخل المنطقة. نعم، هنا يأتي دورك يا السامري. عاد إليكم من جديد ليقول نعم، لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السفير يتحدى الدفاعات الأمريكية، ويقول أنا حاضر. نعم، خرج كرة فؤاد الزواني للأمام. إلياس يطلبها. امشي يا إلياس. غير معقول يا إلياس، لا زالت مغربية. هدف يقرب البعيد، هدف يقرب المسافات، هدف يعبد الطريق إلى المربع الذهبي. ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا هو الإصرار المغربي. لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة. دخلوا التحدي فكانوا في الموعد. من هنا البداية، ومن هنا أصل الرواية في حكاية الجول الثالث. هنا الإصرار يا إلياس. امشي إلياس، يتحدى إلياس، حطها إلياس وجول.